هلا بيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم احكيكم في الشغلة غريبة. اشترينا هاي السيارة تقريبا صار لها شهر. هاي السيارة اخذتها بسعر يعني نص ونص زين. المشكلة شنو المشكلة؟ بيها الجاملغ هذا مضروب اذا تشوفوه. جبنا لها جاملغ جديد، بنشد لها الجاملغ، واذا اكتشف اكتشاف انه السيارة صاحبها باعها. ليش؟ لانه اذا تشوفون البراغي مال التايرات بيهم قفل. هذا قفل مولس. طبعا من تشتري سيارة صعب تنتبه على هاي السالفة. القفل طبعا ماكو مالت الآلة او التول مالته تفتحها. حاولت احكيها قام ما يرد علي، سوالي بلوك بالفيسبوك راحت لانه ما يريد عن احكيها الموضوع هذا. فاخذتها البي ام دبليو. طبعا اخذتها قبل البي ام دبليو، وديتها اماكن هوايه ماكو احد يعرف يفتحها. قالوا لي ما عندك غير الا بي ام دبليو، تروح بي ام دبليو لان هذا قفل مال بي ام دبليو. اخذتها البي ام دبليو، رحت البي ام دبليو قلت لهم يابا هذا هيك. قالوا لي هذا لازم نحفره ولازم ما ادري شو نسوي له، ناخذ على التاير الواحد $500. عندنا 4 تايرات يعني $2000 بس فتح التايرات. زين هي السياره كلها $3000 تسوى هيك شيء؟ فباوعيت، سويت سيرج، سويت شغلات، اكتشفت اكتشاف وقلت خلي اشير وياكم الفائده. شوف الفائده. رحت شنو؟ رحت اشتريت سيت مال لقم. رحت شفت يا لقمه درهم، لقيت اللقمه 22 درهم. حطيت اللقمه 22 ريال هنا. شاكوش قوي مره مرتين 3 مرات، وبعدين فتحته. خلي اوريكم اياه هسه شلون انفتح. يا طلع فتحناه وخلصنا عنه. شوفوا شلون حقير. فقلت هذا الفيديو اليوم اشير لكم الخير، او اشير لكم، قلت هذا الفيديو اليوم اشير لكم الفائده. يعني حنبدل الجاملغ مالتها على مود ان شاء الله ترجع السياره حلوه. يعني السياره مضروبه هنا ضربه كلش مو حلوه. وشنو صابغيها عبالك بنتلايت صابغيها خشنه تلعب النفس. فقلنا نبدل الجاملغ اليوم. المهم اشوفكم الفيديو الجاي، وكتبوا لي تعليقاتكم ولا تنسون اللايك.